أنا متجوز وعندي طفلين، واتجوزت مراتي عن حب، وعمري في يوم ما زعلتها مني، بس للأسف هي اللي زعلتني لما ماتت قبل ما نكمل 4 سنين مع بعض، وسابت لي ولد وبنت زي الفل، ربنا يبارك لي فيهم، هم آخر حاجة فضلالي من ريحة أمهم. بس الحمل بقى تقيل عليا وعلى والدتي، لأن هي اللي بتربي لي الولاد دلوقتي. وفي يوم لقيتها جاية بتقول لي بص بقى يا ابني، أنت مش هتفضل عايش طول عمرك كده، لازم تتجوز تاني وتجيب واحدة على الأقل تربي لك العيال دي، بدل ما يطلعوا بكرة لايفات على التيك توك ويبقى مصيرهم زي شوزي الأردنية. بصراحة أمي كلامها صح، لازم أتجوز وأجيب واحدة لعيالي تربيهم. وطبعا أمي كانت محضرة لي العروسة، بنت جارتنا ومتطلقة من 3 سنين لكن محترمة، والحقيقة أنا ما كنتش مهتمة أصلا لأنها جاية عشان تربي لي الأولاد. لكن يوم بعد يوم بدأت أخد بالي من حاجة غريبة بتحصل، العيال بدأوا يحبوها وهي بقت تحبهم، ويمكن أكتر من أمهم كمان. ده غير صوتها وهي بتقرأ قرآن، من ساعة ما سمعتها وهي بتحفظ ولادي قرآن وأنا حابب صوتها، بصراحة جميل قوي. وابني ياسين لو صحي بالليل وما لقاهاش جنبه يفضل يعيط لحد ما تروح له تنيمه بنفسها. وبصراحة أنا كمان اتعلقت بيها، وخصوصا بعد ما لقيتها في يوم جاية بتقول لي على فكرة أنا مش ناسية تاريخ وفاة مراتك، واللي أنت ما تعرفوش إن مراتك كانت صاحبتي وأنا كنت في العزا بتاعها بس أنت ما شفتنيش. ولقيتها هي اللي بتطلب مني نروح نزور قبرها ونطلع حاجة لله على روحها. ودلوقتي يا جماعة أنا مش عارف أعمل إيه عشان أعوضها عن الأيام اللي فاتت. أنا كنت فاكرها ست عادية، بس طلعت أطيب وأحسن ست في الدنيا من بعد مراتي.